السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عاملين ربكم بخير. معاكم دكتور ابراهيم، وان شاء الله نتكلم في محاضره جديده النهارده. هنتكلم في الجنرال فارماكولوجي في شابتر الاوتونوميك. قبل ما نبدا في الاوتونوميك فارماكولوجي محتاجين ناخد نبذه كده عن الاوتونوميك نيرفس سيستم. انا طبعا شرحت الاوتونوميك نيرفس سيستم قبل كده، ولكن انا هعيد شرحه تاني في الجزئيه دي، لان فعلا الاوتونوميك فارماكولوجي مش هتتفهم غير ما تكون فاهم الاوتونوميك نيرفس سيستم. تمام. فتعالوا بينا نبدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم هو جهاز عصبي موجود في الجسم. وظيفته ان هو يساعد حضرتك في التحكم في الحاجات اللا اراديه. تمام. يعني اي حاجه في الجسم، اي عضو في الجسم انت مالكاش كنترول عليه، الاوتونوميك نيرفس سيستم مسؤول عنه. ماشي. يعني القلب، هل انت بتتحكم في ضربات القلب؟ هل بتتحكم في الريزم بتاعه؟ هل بتتحكم في الكاردياك اوتبوت بتاعه؟ لا. الامعاء، هل ليك تحكم في الامعاء؟ هل ليك تحكم في حركه الامعاء؟ لا، ما كانش تحكم في حركه الامعاء. الغدد السويت جلانس، هل ليك تحكم فيها؟ لا. اللاكريمال جلانس، هل ليك تحكم فيها؟ لا. تنظيم درجه حراره الجسم ليك تحكم فيه؟ لا. تمام. فاذا الاوتونوميك نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي اللا ارادي، تمام، اللي حضرتك ما فيهاش تحكم عليه، وهو جزء من البريفرال نيرفس سيستم. ماشي. يعني ايه بقى؟ خلينا اظبط الكلام كده. الاوتونوميك نيرفس سيستم جزء من البريفرال نيرفس سيستم. ليه؟ لان الاوتونوميك نيرفس سيستم هي عباره عن اعصاب ممتده واصله من السنترال نيرفس سيستم للتارجت اورجان. ماشي. يعني خليني ارسم رسمه توضيحيه. درو، نحط القلم الاسمر الجميل بتاعنا. فلو ده كده اهو، لو ده البرين وده السباينال كورد وده التارجت اورجان عندي مثلا زي الهارت، فالاوتونوميك نيرفس سيستم هي الاعصاب الطرفيه اللي واصله ما بين السنترال نيرفس سيستم CNS والتارجت اورجان زي مثلا الهارت. ماشي. فعشان كده هنقول عليها جزء من البريفرال نيرفس سيستم. ماشي. طيب، يبقى اذا هو زي ما احنا قلنا كده كنترول سموث ماسل. وحط تحت كلمه سموث ماسل دي كل حاجه. يعني سموث ماسل ديت من اي حد يقدر يقول لي. السموث ماسل دي منها الاعصاب اللي انت مش هتقدر تتحكم فيها، سوري، العضلات اللي مش هتقدر تتحكم فيها زي السموث ماسل بتاعت البلاد فيسل. فاهمني؟ فيعني دي حاجه انت مش هتقدر تتحكم فيها. الكاردياك ماسل انت ما بتقدرش تتحكم فيها. الجلاندس وطبعا ايه، بيلعب دور مهم جدا في الهوميوستاسيس بتاعه الجسم، من حيث طبعا تنظيم درجه الحراره، زياده السكر في الدم بناء على الاحتياج ليه. فيعني شويه وظائف احنا هنتطرق ليها دلوقتي. طيب، الاوتونوميك نيرفس سيستم عباره عن تو سيستم: السمباثيك، تمام، والبارا سمباثيك نيرفس سيستم. سمباثيك وبارا سمباثيك نيرفس سيستم. تمام. تعال بص على الصوره الجميله دي. ده طبعا ايه شكل الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو. ثانيه واحده. خلينا، احنا عايزين نخلي كلام معلومات عليه كده في ال في الوورد. عايزين نخلي الفيو مش كذا صوره مع بعض. طبعا انتوا اللي هتعلموني دلوقتي. آه، تت- 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 آه، هل انا يعني انا بيتهيألي يعني ايه، خلينا زي ما احنا كده عشان ما نضيعش وقت كتير. وخلاص، لان انا تقريبا مش عارف وصلت لها من بيج. تمام. بس عارفين طبعا الناس بتوع طب دول ما لهمش في التكنولوجيا، بس انا والله ليا في التكنولوجيا كتير قوي. يعني انا بعرف اعمل حاجات كتير قوي عمرك ما تتوقع ان حد في طب يعملها يعني. انا عايز اقول برضو، خلينا نتطرق لحاجه جانبيه كده. اما تشتغل، يعني اما تبقى طبيب في المستقبل في دوله من الدول الكويسه، وانا اعني بيهم طبعا امريكا وبريطانيا. المهارات اللي هتبقى عندك كغير طبيب، يعني المهارات الجانبيه زي مثلا حته ان انت بتعرف تستخدم، المفروض ان دي مهارات عامه اصلا، تستخدم ال 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 المايكروسوفت باكج كلها. آم، حته ان انت بتعرف في ال آم، آم، في مثلا
في البروجرامينج والويب ديزايننج الحاجات اللي هي ممكن تكون كلمه الفريلانسنج دي هتفيدك كتير جدا يعني. طيب تعالوا نرجع لكلامنا. هل الاوتونوميك نيرفس زي ما انتم شايفين كده، دي صوره بتوضح السمباثيك والبارا سمباثيك نيرفس سيستم. السمباثيك اهو، وانا مش عايز اقول عليه حاجه دلوقتي لان انا هشرحها تفصيليا، والبارا سمباثيك اهو ماشي، واخدين من السنترال نيرفس سيستم ورايحين مدين لكل الاورجن عندي في الجسم. خلي بالك، تلاقي السمباثيك مدي لنفس الاورجن اللي البارا سمباثيك مدي له، كل واحد فيهم يعمل اكشن نفس الاخر. طيب تعال نتكلم اول حاجه عن السمباثيك نيرفس سيستم. فيقول لك فايت اند فلايت، ماشي. فاذا من هذه الجمله السمباثيك نيرفس سيستم هو جهاز الطوارئ عندك في الجسم. السمباثيك نيرفس سيستم جهاز الطوارئ عندك في الجسم. يبقى اذا ريسبونس بريبيرنج ذا بودي، الريسبونس بتاعت السيستم ده بريبيرنج ذا بودي تو هاندل ستريسفول سيتويشن. تمام، ستريسفول سيتويشن. فاذا اما تيجي تذاكر السمباثيك نيرفس سيستم، خد الكتاب بتاعك وانزل الشارع وشوف اي كلب كده معدي وحاول تعصبه وخليه يجري وراك، وساعتها هيظهر التفاصيل بتاعت السمباثيك نيرفس سيستم جاليه عليك، شكلها واضح، فخلاص هتبقى كده عرفت المعلومه ومش هتنساها طول حياتك. تمام. فاذا اللي هو ده اللي هيحصل بالظبط اما انت تبقى ماشي في الشارع وكلب بيجري وراك. ايه اللي هيحصل في جسمك؟ هو ده المسؤول عنه السمباثيك نيرفس سيستم. ده stressful situation. Well, it doesn't need to be very stressful like this situation. It could be something else like a stressful situation like an exam او حاجه زي كده. فديت ايه برضو ده يعتبر stressful situation. فاذا تخيل كده معايا، اما في كلب يجري وراك، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي دقات قلبك بدات تزيد، فيقول لك increasing heart rate. اذا هتلاقي في البلاد سبلاي هيبدا يزيد اللي هتشتغل في الوقت ده. تمام. تقول لك ريدايركتنج بلاد تو ذا ماسل، اللي بتجري دي هيحصل دايليتيشن. طبعا دي حاجه انت مش هتلاحظها، تمام، بس هيحصل تخيل كده هيحصل دايليتيشن عشان تشوف قدامك كويس فتجري يعني. وطبعا ايه، والانرجي ستورز اللي موجوده عندك في الجسم هتبدا تتكسر بقى عشان ابدا استخدمها في النشاطات اللي انا بعملها. فاذا مش شرط كان بيجري ورايا عشان اجري، انت ممكن تكون بتجري بتعمل رياضه، فده ستريس ريستوريشن بالنسبه للجسم يستدعي شغل السمباثيك نيرفس سيستم. وانت في الجيم لا يستدعي شغل السمباثيك نيرفس سيستم. طيب تعالوا نتكلم على الاناتومي. هو السمباثيك نيرفس سيستم ده جاي منين؟ ده هو جاي من السوراكو لامبر، فبادئ عندي من تي 1 ل ال 2. تمام. انتوا عارفين السوراكو لامبر في السباينال كورد ريجون، الثوراسيك سباينال كورد واللمبر لحد اللمبر 2 سباينال كورد. انا واخد منهم الاعصاب بتاعه السمباثيك نيرفس سيستم. تمام. فاذا البري جانجليونيك نيرونز بتطلع من الانتر ميديولاترال هورن بتاع السباينال كورد، وهتروح تعمل سايناب في السمباثيك تشين جانجليا او البري فيرتبرال جانجليا. ماشي. يبقى تعالوا كده نبص عليها في الصوره اللطيفه الجميله دهيت. انا عندي اهوت من تي 1 ال طبعا انا هنزل تحت كمان اهو، ده تي 12، وزي ما انتم شايفين اهو ال 1 ال 2 عشان محدش يزعل. يبقى انا عندي من تي 1 ل ال 2. يبقى انا واخد ده اهي بقول عليها بري جانجليونيك، جايه من السوراكو لامبر من السباينال كورد، راح عامله سايناب. تمام. في البري فيرتبرال جانجلي او السمباثيك تشين. ماشي الفكره. طيب والبوست جانجليونيك فايبر بقى طالعه من السمباثيك تشين وراحه للتارجت اورجن. ماشي. والتارجت اورجان ده في تارجت ريسبتور موجود فيه، فهتلاقيها راحه للبيوبل، راحه للسليفري جلاند، راحه للبرونكاي، راحه للهارت، راحه للستومك، راحه بتاثر على الليفر ليها ريسبتور، راحه للجول بلادر، بتاثر على الكدني، بتاثر على اليوترس. ماشي. فاذا عندي البري جانجليونيك فايبرز هي شورت وكولينرجيك، لازم تحفظها بقى معايا. احنا كده هنا دخلنا ايه في بدايه الحفظ. هي شورت وكولينرجيك فايبر. كلمه كولينرجيك مصطلح يعني ان هو بيستخدم اسيتيل كولين. ماشي، احفظها كده. كلمه كولينرجيك مصطلح يعني ان هو بيستخدم اسيتيل كولين، فده بيريليز الاسيتيل كولين از نيورو ترانسميتر. نقف هنا. هو كلمه بيريليز الاسيتيل كولين ملهاش معنى معين غير ان الاسيتيل كولين هو نيورو ترانسميتر بيشتغل عشان يستيموليت عارفين انتوا بقى الرسمه اللطيفه الجميله اللي كنا بناخدها في الساينابس والنيورو ماسكولار جانكشن، هي نفس الفكره كده. تمام. ان هو هيستيموليت الجانكشن ده. فده لا يعني انهبيتوري ولا ستيمولاتوري. انا بقول كده ليه؟ لان احنا كمان شويه هناخد في السمباثيك نيرفس سيستم. انا ما اقصدش لا يعني انهبيتوري ولا ستيمولاتوري، انا اقصد الاكشن اللي هينتج عنه في النهايه، الاكشن النهائي ايه؟ ان هناخد في السمباثيك نيرفس سيستم حاجات بتشتغل كولينرجيك
وهناخد في الباراسمباثيك نيرفس سيستم حاجات بتشتغل برضه بالكولينرجيك الاسايكلين، والاثنين بيعملوا اكشن عكس بعض. ليه؟ لان السمباثيك اشتغل على ريسبتور مثلا بيعمل ستيموليشن، والباراسمباثيك اشتغل على ريسبتور بيعمل انهبيشن. فتخيل ان انت حضرتك عملت ستيموليشن للستيمولاتوري ريسبتور فهيطلع ستيموليشن، لو عملت ستيموليشن لانهبيتوري ريسبتور هيطلع انهبيشن. فاهميني؟ فاتمنى تكون الكلمه دي وصلت. الكولينرجيك فايبرز او الاستايلكولين هو انترميديت ما بين الجهاز العصبي والريسبتور اللي هيطلع الاكشن في النهايه. طيب البوست جانجليونيك هي لونج ادرينرجيك، ادرينرجيك ادرينالين يعني ادرينرجيك، فاذا نور ابنفرين ريليز في النيورو ماسكولار جانكشن، فدي طبعا ايه اكسبت فور سويت جلاند which ار كولينرجيك. تمام. عشان كده برضو اما بنيجي نشوف الانتي كولينرجيك ريسبتور، الانتي كولينرجيك ريسبتور هتشتغل على السويت جلاندز. ماشي. يبقى اذا ده تقسيمه السمباثيك نيرفس سيستم. احنا قلنا ان هو نعيدها مع بعض: سراكو لامبر طالع من تي 1 ل ال 2، تي 1 ل ال 2. ماشي. وبيطلع بري جانجليونيك هي شورت كولينرجيك راحه للسمباثيك تشين. وبعد كده عندي البوست جانجليونيك هي لونج هي ادرينرجيك راحه لكل الاورجنز اللي موجوده عندي ما عدا السويت جلاند، بس الفايبرز بتاعتها كولينرجيك فايبرز. ماشي. طيب تعالوا بقى نشوف الاكشن. الاكشن هيعتمد على هو انهي ريسبتور اللي موجود عندي. فانا عندي الحاجات اللي بتخدم اللي بتخدم السمباثيك نيرفس سيستم، مجموعه من الريسبتور. اول حاجه اتكلم عنها هي الالفا ريسبتور. خلينا نزود السيكنس بتاعت الخط اللطيف دوت، خلينا تمام. الالفا ريسبتور. ماشي. يبقى الفا 1 ريسبتور والفا 2 ريسبتور، وعندي البيتا ريسبتور برضو عندي منها بيتا 1 ريسبتور وبيتا 2 ريسبتور. ماشي يا دكاتره. فاذا الالفا 1، الفا 1 بتعمل فازو كونستريكشن، ميدريازيس. ميدريازيس خلي بالك عشان الناس بتتلخبط، يعني بيوبيلاري دايلاتيشن، يعني البيوب اللي بتاعت العيان بيحصل لها دايلاتيشن. وانكريزد بلاد بريشر. ليه؟ لان احنا عارفين ان الالفا 1 ريسبتور يبقى عندك بلاد فيسل جميل اهوت، ماشي لطيف اهو، في الفا 1 ريسبتور موجوده هنا. لما بيحصل فيها ستيميليشن بيحصل فيها فازو كونستريكشن، فهتضيق البلاد فيسل، هتضيق اليومن، فبالتالي ده هيزود عندي البلاد بريشر. عظيم. فاذا اصلا ريسبتور المين اكشن بتاعها هتعمل فازو كونستريكشن، هتعمل ميدريسيس، فبالتالي هتزود البلاد بريشر. طيب الالفا 2 ريسبتور decrease the release of norepinephrine اللي هو يعمل نيجاتيف فيدباك، ويعمل انهبيشن اوف انسولين ريليز. عظمه. هنا انهبيشن انسولين ريليز ليه؟ احنا قلنا كده من 58 سنه واحنا كنا بنشرح الاندوكراين. تمام. اما قلنا ان الانسولين ده هو اما بيطلع بيخزن، ما ينفعش يكون عندك انسولين ما فيش عندك تخزين. ماشي. فالانسولين ده يطلع يخزن. هل انا في حاله شغل السمباثيك نيرفس سيستم عايز اخزن؟ لا اعمل حاجه، لان انا في قلب بيجري ورايا، ده محتاج كل الجلوكوز اللي متخزن عندي في الاستورج يطلع عشان استخدمه في عمليه الحرق اللي انا بعملها، او عمليه الميتابوليزم اللي انا بعملها. ماشي. فاذا انهبيشن اوف انسولين ريليز، خد بالك من الحته دي. طب البيتا 1 ريسبتور، اي حد كده في كليه الطب لو انت وقفته وسالته هي ايه الريسبتور اللي موجوده في الهارت هيقول لك البيتا 1 والام 2. ماشي. لو انت سالت اي حد كده شغال في كليه الطب حتى يقول لك البيتا 1 والام 2. فالبيتا 1 دي بتاعت الهارت. ماشي. وظيفتها ايه؟ هتزود الهارت ريت، هتزود المايكارديال كونتراكتيليتي. ماشي. وكمان هتزود الرينين ريليز. انتوا عارفين بقى الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم بنتكلم عنه او اتكلمنا عنه 1000 مره قبل كده. تمام؟ يعني من 56 سنه، من 34 سنه، من 22 سنه اتكلمنا. يعني الار اي اس سيستم ده اتكلمنا عنه كتير قوي. الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اتكلمنا عنه كتير قوي، مش هعيد الكلام عنه. ماشي. وحد كده يقول لي هو اما انا اعمل ستيميوليشن رينين ريز ايه اللي هيحصل هنا؟ البيتا 2 ريسبتور، بيتا 1 صحيح احنا قلنا هارت، طب بيتا 2 برونكو دايلاتيشن، فازو دايلاتيشن، ريلاكسيشن اوف ذا يوتراين سموث ماسل، وانكريز الانسولين ريليز. خلي بالك بقى لو اشتغلت ده هتبهدل لنا الدنيا. ماشي. يعني لو اشتغلت هو طبعا الموضوع هيبقى فيه بالانس عندي كده بقى في هذه الحاله. انا عندي الفا 2 بتنهبت الانسولين ريليز، والبيتا 2 بتزود الانسولين ريليز. ماشي. على حسب بقى انهي فيهم اللي هيشتغل في الوقت اللي انا عندي فيه الفايت اند فلايت. تمام. طبعا الفا 2. ماشي يا دكاتره. يبقى لازم دي الريسبتور اللي موجوده عندي. طب خلاص انا طالما قلت ريسبتور انتوا هتبداوا تستنتجوا الوظيفه بتاعت السمباثيك نيرفس سيستم. واحد الكارديو فاسكولار، هو حضرتك شغال على القلب. القلب اهو، القلب الجميل بتاعنا. القلب ده موجود فيه بيتا 1. البيتا 1 ده بتزود الهارت ريت، وبتزود الكونتراكتيليتي.
ماشي. فكلمه انكريز الهارت ريت بنقول عليها كرونوتروبي. ماشي. واي دواء كمان هنتكلم عنه بعد كده بيزود الهارت ريت هقول عليه كرونوتروبيك ايجنت. ماشي. كرونوتروبي، كرونوتروبي هارت ريت. كونتراكتيليتي اينوتروبي. ماشي. اي حاجه هتزود الكونتراكتيليتي هقول عليها اينوتروبي. and increase the conduction velocity برونوتروبي. ماشي. this increase the cardiac output and blood vessel. يعني ايه اعمل حاجه؟ يعني بص انا عندك هنا اهو في الحته الجميله ده اهي، عندك هنا اهو زي ما انتم عارفين اس اي نود، وعندك اي في نود. ماشي. اس اي نود واي في نود. طبعا الاس اي نود ديت اللي بتطلع الالكتريستي بتاعت الهارت، والاي في نود هتنقل الالكتريستي من الاتريوم للفنتركل. ماشي. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز ازود نشاط الهارت بكل الطرق. واحد، تزود الهارت ريت. هتزوده ازاي؟ ما هو حضرتك اما هتزود شغل الاس اي نود وتزود الكوندكشن فيلوسيتي في الحته دهيت، وفي مجالات الهارت انتوا عارفين في البيركنج والهيس فايبرز والكلام ده كله. ما تزود الكوندكشن فيلوسيتي عن طريق الفيسل دي، عن طريق الباسويز ديت، هتزود الهارت ريت. تمام. وما هتزود الهارت ريت اصلا بتزود الكونتراكتيليتي. يعني الحاجات دي كلها مرتبطه ببعضها يعني. ماشي. يبقى انا زودت الكوندكشن فيلوسيتي عن طريق النبضات العصبيه بتاعت الهارت، زودتها. وزودت الكونتراكتيليتي وزودت الهارت ريت. ماشي. الريسبيراتوري بقى برونكو دايلاتيشن، الناس اللي فرونتو ذا لانج. ليه؟ حضرتك دلوقتي انا عمال ازود في شغل الهارت، بدا في دم كتير بيتضخ في الجسم من ضمن الجسم اللنج. هو بيتضخ في الجسم ليه؟ في اللنج ليه؟ عشان يحصل له اكسجينيشن. انا عايز اكسجينيشن بمعدل عالي، انا عمال اجري، فبالتالي هيحصل برونكو دايليتيشن عشان ادخل كميات اكبر من يبقى انا عندي هيحصل عندي برونكو دايليتيشن عشان هدخل كميات اكبر. شوف انا وسعت لك بتاع الاكل خلاص أهو. هدخل كميات اكبر من خلوني ثانيه واحده كده اوصل لا كميات اكبر من الاير. طيب ميتابوليك انكريز الجلايكوجينولايسيس والجلوكونيوجينسيس. يعني من الاخر كده ابتدي تعمل اهو، هزود الجلوكوز. ليه؟ لان انا عايز جلوكوز. ماشي. انا عايز جلوكوز في الجسم. ليه؟ عشان الحاجات اللي عماله تشتغل دي هتحرق منين يعني؟ يقول ريسبونس دايلاتيشن اوف ذا بيوبل ميدريزس والسويتنج. انت طبعا ما بتجري بتعرق، والسويت جلاندز اكتيفيتد باي اسايلكولين ليدنج تو سويتنج. ليه؟ ما انت برضه السويتنج انا بخلص من الميتابلايتس، الويست برودكتس موجوده عندي في الجسم، دي حاجه مهمه. وفي نفس الوقت درجه حراره الجسم بتزيد جدا لما بتيجي تعمل مجهود، فانا عايز اقلل من درجه حراره الجسم، والسويتنج واحده من الطرق اللي انا بقلل بيها درجه حراره الجسم. طب الدايجستيف سيستم decrease the digestive secretion and motility diverting the blood flow to the skeletal muscle. عظمه عظمه. يعني اصلا الدايجستيف سيستم من الحاجات في الجسم اللي بتاخد دم كتير قوي يعني. بقت شاي مصري جميله الصراحه. من الحاجات اللي بتاخد بلاد كتير يعني. فانا عايز البلاد ده يروح الحاجات اللي شغاله دلوقتي يعني. فبالتالي هقلل السكريشن، هقلل الموتيليتي. طبيعي ان انت مش وانت بتجري مش هتاكل يعني، مش منطقي يعني تيجي عشان تحرق ولا تخزن يعني. احول الايه البلاد الناحيه دي. طيب ممتاز جدا. الكلينيكال كورليشن من الحاجات اللي احنا خدناها تطبيقا على السمباثيك نيرفس سيستم. خدنا ثلاث حاجات او خدنا حاجتين ولسه ناخد الثالثه. الفيبروسيتوما خدناها في الاندوكرينولوجي من 48 سنه. الكاتيكولامين سكريتنج تيومر اللي بتحصل في الادنى المظله بيطلع كاتيكولامينز ابنفرين وابنفرين، فده بيعمل ايه؟ ابيسوديك هايبرتنشن تاكيكارديا وهيليك، لانه بيشتغل على الالفا ريسبتور فبيرفع لك ضغط الدم. طب السوستاتيك هايبوتنشن احنا بنقول عليه بالعربي اللي هو انخفاض الضغط الموضعي تقريبا، حاجه زي كده. لو انت ما بتتحرك الضغط بتاعك بيقل، بالذات لما تكون مثلا قاعد وبعدين وقفت الضغط بتاعك بيقل. هو المفروض اما بتتحرك، اما انت بتغير الموضع اللي انت قاعد فيه، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان انت عندك في حاجه اسمها بار ريسبتور، تمام، او موجوده في الاورتيك بوديز والكاروتيد بوديز. بتحس التشينج في البريشر على سطح البلاد فيسل دي. يعني تخيل كده، اديك مثال صغير كده اهو. دي بار ريسبتور، ده بلاد فيسل. ماشي. وده هي البار ريسبتور اللي موجوده فيه. البار ريسبتور ديت بتحس بالتشينج بتاع الضغط. تمام. ف... فلما بتحس بالتشينج بتاع الضغط بتبدا تبعت اشارات للنيرفس سيستم. فالاشارات ديت تقول له ان انا الضغط قل على الباروسيبتور هنا ده. فالنيرفس سيستم يبدا يبعت اشارات تانيه للالفا ريسبتور، يقول لها اعملي فازو كونستريكشن عشان تحافظي على ضغط الدم زي ما هو. يعني مثلا لو انت كنت قاعد ضغطك 120 على 80، انا عايز وانت واقف برضه ضغطك 120 على 80. فالباور ريسبتور هو المسؤول عن الحته دي بالتعاون مع
السمباثيك نيرفس سيستم. ماشي. طب ايه اللي بيحصل في الاورثوستاتيك هايبوتنشن؟ الميكانيزم ده ما بيحصلش، قد يكون خلل اصلا في السمباثيك نيرفس سيستم ذات نفسه، او قد يكون خلل في الباور ريسبتور. تمام. يعني الحساسيه بتاعت الباور ريسبتور ما عادش زي زمان. ماشي. هي مش مشكله بس في في السمباثيك نيرفس سيستم لوحده، يعني قد يكون نوع من انواع النيوروباثي. زي ما احنا عارفين في الدايابيتك نيوروباثي، من الحاجات الملحوظه فيه الاتونوميك نيوروباثي. الاتونوميك نيوروباثي بيبدا بيحصل في الدايابيتك بيشنت، اللي هو الخاصيه اصلا بتاعت السمباثيك نيرفس سيستم ما عادتش شغاله، الاتونوميك نيرفس سيستم بشكل عام ما عادش شغاله زي الاول. طب والبيتا بلوكرز طبعا هنتكلم عنها في الاوتونوميك فارماكولوجي اللي احنا بنشرح اصلا الجزء ده عشانه. وده طبعا بتستخدم في التريتمنت بتاعت الهايبرتنشن، يعني كل شويه يدخلوها كحاجه في التريتمنت، وبعدين يطلعوها يدخلوها يطلعوها. تمام. ولكن احنا بشكل عام بنستخدمها، بنستخدم البايسوبرولول في علاج الاي اف اللي هو زياده هارت ريت، يعني الاريزميا والهارت فيلير. ممتاز جدا. ده بالنسبه للسمباثيك نيرفس سيستم. هنيجي نتكلم على الباراسمباثيك نيرفس سيستم، هنعكس اللي احنا قلناه. ماشي. يعني حضرتك كنت بتستخدم السمباثيك نيرفس سيستم في حالات الطوارئ، وانت هتستخدم الباراسمباثيك سيستم، الباراسمباثيك نيرفس سيستم في حالات الانتفه. اكتب لي جنب كده الانتفه. عارفين انتوا الناس اللي مش مصريين، يعني الانتفه. الناس اللي مش مصريين تسمع المحاضره، الانتفه دي معناها ان انت تقعد انتخ كده، انت مش حاجه قاعد كده، يعني كل حاجه في الدنيا كده. لو انت تبقى قاعد كده، عندك وجبه الاكل جنبك، والبيبس بتاعك، ومشغل بودكاست قدامك وقاعد كده. مش هقول لك طبعا مشغل فيلم عشان تستفيد من الوقت برضه، يعني طبعا انت بس تستفيد من الوقت يعني. ومشغل بودكاست قدامك وقاعد كده، ايه بقى انت خفيف شويه. مثلا لما تبقى راجع من انكول، الناس اللي شغاله بقى تبقى راجع من انكول، وعندك اليومين اللي جايين اجازه بقى، خلاص يعني انت مش هتعمل حاجه في الحياه. هو ده بقى الباراسمباثيك نيرفس سيستم المفروض يشتغل معاك في اليومين الاجازه دول. تمام. فعشان كده الباراسمباثيك نيرفس سيستم هو ريست اند ريست. في احلى من كده؟ ريست اند ريست. تحس ان هي طالعه عندي من القلب كده. ريست اند ريست، ما تعملش اي حاجه خالص، يعني انت ماشي. يقول لك فبالتالي هو بما انه هو ريست اند ريست هيبروموت الانرجي ستورج نفس السمباثيك. ويقول لك طبعا ايه، ويقول لك روتين مينتنس اكتيفيتيز لايك دايجيشن سلوينج هارت ريت انكريز الجلاندر سكريشن، كل حاجه عكس السمباثيك نيرفس سيستم. طيب الاناتومي بتاعه، احنا قلنا على السمباثيك نيرفس سيستم سوراكولامبر. طب ده بيتقال عليه بقى كرينيو ساكرال، لان هو واخد من بعض الكرينيال نيرفس سيستم، مش كلها كرينيال نيرفس سيستم، وواخد من الساكرال اريا. تعالوا بص هنا كده اهو، ده كده الباراسمباثيك نيرفس سيستم، واخد من 3 و7 و9 و10 اهو كده. 3 3 ما اكتبش 3 و7 و9 و10 دي الاعصاب الكرينال نيرفس. بقى كده ممتاز كده ومذاكر، يكتب لي اسماء هذه الاعصاب في كومنت. الكومنتات دي بتوصل لي باي ذا واي، الكومنتات على الموقع بتوصل لي، فحد يكتب لي كده اسماء هذه الاعصاب في كومنت. طيب او لو المحاضره دي موجوده على اليوتيوب، حد يكتب لي اسماء الاعصاب ديت في كومنت. وكمان الساكرال اريا اهو، واخد انا هنا اهوت من الساكرال، فعشان كده بقول عليه ايه؟ كرينيو كرينيال نيرفس ساكرال، كرينيو ساكرال. طيب ممتاز جدا. فعشان كده انا عندي برضو بيري جانجليونيك وبوست. البيري جانجليونيك لونج اند كولينرجيك، لا ده كانت شورت اند كولينرجيك، هي هنا بقى لونج اند كولينرجيك. ماشي. وريليز اسيتيلكولين، خلاص قلنا كولينرجيك ريليز اسيتيلكولين. البوست جانجليونيك فايبر كورت اند اولسو كولينرجيك ريليز برضه اسيتيلكولين. ايه اللخبطه دي بقى؟ احنا هنشوف بقى في الوقت يعني. طبعا هيروح للبيوبل الريسيفري جلاند، هيروح للبرونكاي، هيروح للاستومك، هيأثر على الليفر، وهيروح للجول بلادر، وبرضه هيروح لليوتس. تعالوا بقى نشوف ايه الكلام على ايه في الحته دي. فاحنا قلنا كل حاجه عندي كولينرجيك بقى هنا، كل حاجه عندي هنا كولينرجيك. فعشان كده الريسبتورز بتاعه هي الام ريسبتور، الماسكارينيك ريسبتور. ماشي، الماسكارينيك ريسبتور. فام 1 ام 2 ام 3، زي ما احنا قلنا لو انت وقفت اي حد في كليه الطب وسالته هي ايه الريسبتور الموجوده في الارض، يقول لك بيتا 1 وام 2، بيتا 1 وام 2. ماشي. فتعالوا كده، ام 1 ده سي ان اس ساليفري جلاند وستومك. ماشي. والام 2 في الهارت وير ات ريديوس هارت ريت اند كونتراكتيليتي، عكس البيتا 1. عشان كده الام 1 والبيتا سوري البيتا 1 والام 2 ما يشتغلوش مع بعض ابدا. تمام. او يشتغلوا مع بعض لو انا عايز ابطئ الاكشن بتاع بيتا 1. الام 3 سموث ماسل اند جلاندز causing bronchoconstriction. ماشي. وانكريز الجي اي موتيليتي اند انكريز الجلاندولار سكريشن.
الجي اي موتيليتي بتزيد لما اكون عايز اعمل دايجست. احنا قلنا دايجست، وبالتالي انا محتاج سكريشنز. ماشي، الجلاندولار سكريشن. طيب، عندي بعد كده النيكوتينيك ريسبتورز ديت بريزنت ات ذا نيوروماسكولار جانكشن اند اوتونوميك جانجليا. ماشي، نتكلم عنها. طب وظيفه هذا السيستم اللطيف ايه؟ خلاص بقى، انا مش هعيد نفس الكلام، هو نفس الكلام اللي حصل فيه السمباثيك نيرفس سيستم هو اللي هيحصل فيه، هيحصل عكسه في الباراسمباثيك نيرفس سيستم. فعندي اول حاجه الكارديو فاسكولار، فزود قلل الهارت ريت. تمام، هيحصل ديكريز عندي الهارت ريت والكونتراكتيليتي. تمام، وهقلل البلاد بريشر. يبقى ده عكس السمباثيك نيرفس سيستم تماما. يبقى تاني كده، قلل الهارت ريت، قلل الكونتراكتيليتي. دي واحده كده يا جماعه. فقلنا ان حته الكارديو فاسكولار هو بيقلل الهارت ريت، بيقلل الكونتراكتيليتي، وكمان هيقلل البلاد بريشر. طب ريسبيراتوري برونكو ريستريكشن وانكريز البرونكيال سكريشن. تمام. آه طبعا ده يقول لي انا انت عايز ان انا اقلل اعمل برونكو ريستريكشن وازود السكريشنز يعني. تمام. واحد، ان انا اصلا مستخدم السمباثيك نيرفس سيستم بشكل مفرط جدا، فانا عايز ارجع الجسم الهوميوستاسيس. تمام، عشان كده انا قلت في البدايه خالص ان هو بيحافظ على البيئه الداخليه للجسم بشكل سليم. ماشي، ده الاوتونوميك نيرفس سيستم بشكل عام. فاذا هو مضاد لافراط استخدام السمباثيك نيرفس سيستم، عفوا. تمام. والنقطه الثانيه كمان، انا اصلا ساعات بحتاج سكريشن لما الشخص يكون في بيئه فيها تراب كتير او فيها فورين بوديز كتير، فانا محتاج برونكو كونستريكشن يحصل، ومحتاج سكريشن يحصل. الجسم بيحس الكلام ده ويبدا يعدل في البرونكاي وكده يعني. طب الدايجستيف سيستم انكريز الجاستروانتستينال موتيليتي يعني سكريشن بروموتنج دايجيشن. تمام. واليورينري سيستم بروموت البلادر كونتراكشن ريلاكسيشن في اليورينري سفنكتر. والبيبولار ريسبونس هيعمل كونستريكشن للبيوبل، فيعمل مايوزس. ان اكوموديشن فور نير فيجن. تمام، ويعمل اكوموديشن للنير فيجن. ماشي، يخلي العين بتاعتك يحصل لها اكوموديشن. تمام، بالعربي كده هتتكيف مع النير فيجن. ماشي يا دكاتره. يبقى تاني كده، هيشتغل على القلب، هيقلل كل حاجه، هيشتغل على الريسبيراتوري سيستم برضه، هيعاكس اكشن السمباثيك دايجستيف سيستم، هيزود الموتيليتي. تمام. واليورينري سيستم هيبروموت البلادر كونتراكشن وريلاكسيشن للسفنكتر، فبالتالي هيخليك عايز تدخل كمان كتير يعني. وبيبولاري ريسبونس. طيب، كلينيكال كورليشن، طبعا الاتروبين والاورجانوفوسفيتس والبايوكاربون. طب الاتروبين احنا قلنا اللي هو انتي كولينرجيك دراج used to block الماسكارينيك receptor commonly used to treat البراديكارديا في الاي سي ال اس او الاي ال اس ابروتش. الاتروبين بيستخدم في علاج البراديكارديا. طب البراديكارديا didn't respond to atropine، بندي البيشنت ايه؟ حاجه كده بره الاسم استبون، بس يعني ايه؟ سؤال اكتبوا لي في كومنت على الموقع او على اليوتيوب. طب طيب، فاحنا ساعات بنستخدم اصلا الاتروبين دوت في علاج البراديكارديا او الاورجانوفوسفيت بويزنينج. ماشي. طب الاورجانوفوسفيتس بقى ديت بتنهبت، يقول لك انهبيتور اوف اسيتايلكولين ستريز leading to excessive acetylcholine activity holding bradycardia. حد هيجي يقول لي هو منين بيودي على فين؟ هو منين بيودي على فين؟ مش ده القلب اهو، القلب الجميل بتاعنا لما نشرح الحته دي، القلب الجميل بتاعنا اهو. ماشي. وده هوت هنا هوت في ام 2 ريسبتور. ماشي يا دكاتره. والام 2 ريسبتور ده اهو، احنا قلنا ان هو بيشتغل، بيعمل انهبيشن للكونتراكتيليتي والهارت ريت وكل حاجه في الهارت. والام 2 ريسبتور ده هو جاي من الباراسمباثيك نيرفوس سيستم اللي بيشتغل بالاستايلكولين. ماشي. يعني انا دلوقتي لو زودت لك الاستايلكولين ده هو ايه اللي هيحصل؟ هيزيد الاكتيفيتي بتاع الام 2، فبالتالي هيقل عندي الهارت ريت. كلمه يقل هارت ريت يعني برادي. ماشي. يبقى تاني كده، زودت الاستايلكولين هتشغل الام 2. هو الاستايلكولين ده هو الفويل بتاع الام 2، هو الاستيمولانت بتاع الام 2. فالام 2 ريسبتور، فبالتالي هتقلل الهارت ريت وهتعمل براديكال. طب اللي بيحصل في الاورجانوفوسفيت بويزنينج ايه؟ هنا الاورجانوفوسفيت ده بي انهبت الكولين اسايلكولين ستريز. هو مين ده؟ ده اللي كان هيكسر الاكسس اسايلكولين. فمعنى كده ان الاستايلكولين ما اتكسرش، فمعنى كده ان هو كتر، فمعنى كده ان هو ايه؟ هيعمل براديكارديا، وهيزود السكريشن، ويعمل برونكو كونستريكشن. ماشي. فدي الاورجانوفوسفيت بويزنينج، ودي الطريقه اللي هتموت بيها الشخص لو ما اتعالجش.
طيب عشان كده اديله اتروبين هيحل الموضوع. تمام، يقول لك الاتروبين ده انتي كولينرجيك، هيضاد الاكشن بتاع الاستايلكولين اللي شغال على الباراسمبثيك نيرفس سيستم. طيب البايلوكاربين يقول لك اماسكارينيك اجونست، اماسكارينيك اجونست used to treat الجلوكوما by causing meiosis and allow drainage of aqueous humor. تمام. آه الناس بقى بتوع الاوفثالمولوجي يعني، اعمل مايوزس، وكمان فبالتالي هيحصل درينج للاكواس هيومر اللي هو اصلا زايد في حالات الجلوكوما. ماشي. ممتاز جدا. طب خلاص، ده الباراسمبثيك نيرفس سيستم. في طبعا انتجريشن ما بين الاثنين، زي ما انا قلت ان هو اصلا الانتجريشن ده عشان اعمل ايه هوميوستاسيس يعني، البالانس ما بين التو سيستم ده كريتيكال فور بروبر فانكشنينج. تمام. هو احنا قلنا السمبثيك نيرفس سيستم increase the rate during stress while the pain is slow during relaxation. يعني انا عايز اديكم مثال صغير. هو الدب القطبي بيعمل بيات شتوي ازاي؟ بيقعد كده الكهف بتاعه او المكان اللي هو بيقعد فيه لمده 6 شهور كده. ده بيحصل ازاي؟ بيفضل عايش الفتره دي كلها ازاي يعني؟ هو بكل بساطه عنده ميكانيزم ربنا خلقه بيه، في اعتقادي ان هو باراسمبثيك نيرفس سيستم، بيقلل ضربات القلب لدرجه ان يعتقد ان ضربات القلب توصل 6 ضربات. انا مش عارف طبعا الطبيعي بتاعه ايه، بس بيقلل ضربات القلب الاقل حاجه فيها، وبيقلل معدلات الحرق، وبيقلل كل حاجه. فبالتالي بيقلل استهلاك الجسم، فبالتالي بيقدر يعيش ال6 شهور دول على المخزون اللي موجود عنده من الدهون يعني. تمام. وعلى فكره الموضوع ده الناس المهتميه بناشونال جيوغرافيك والحاجات اللطيفه دي، في كائنات بتجمد نفسها تماما، بتجمد نفسها لدرجه انها ممكن تكون ماتت، يحصل لها فريزنج. ليه؟ عشان بتقلل الاكتيفيتي. ايه المثال ده؟ الانسان الدب لما بيحب يقعد في البيت ويبقى مستريح، فمش محتاج يستخدم القلب بتاعه بشكل قوي جدا، فاعمل ريلاكسيشن للقلب يعني. فاهمني؟ فبالتالي طب لو انت بقى الانسان اللي مش دب، الانسان بقى التايجر وموجود في الجيم، شغال لي كل حاجه بشكل كويس يعني. Action of both system tightly regulated by الهايبوثالاموس، the key integration center for the ANS، لان هو بوابه الاحساس في الجسم يعني. طيب في حاجات في اورجان عندها داون انرفيشن زي ما احنا قلنا، زي مثلا الهارت خلاص، السي ان اس، سوري الاس ان اس بيزود الهارت ريت، والبي ان اس بيقلل الهارت ريت. الجي اي برضه نفس الفكره، انهبت وستيموليت. ماشي، يبقى ده داون انرفيشن. الصوره ديت لطيفه للغايه. exception to dull innervation السويت جلاند احنا قلنا بقى controlled solely by the sympathetic nervous system cholinergic. ماشي، يعني هيتأثر عليها بالsympathetic nervous system cholinergic. ماشي. الادرينال مضلة only receive sympathetic innervation and release epinephrine and norepinephrine directly into the bloodstream. اصلا الادرينال مضلة لها مسمى اخر، الادرينال مضلة ان هي sympathetic جانجليا. تمام، ان هي جانجليا من ضمن الجانجليا بتاعت السمباثيك نيرفس سيستم يعني، الى جانب ان هي جلاند. ماشي. فالادرينال المضله بيدخل لها انرفيشن عن طريق السمباثيك نيرفس سيستم عشان تطلع ابنفرين ونور ابنفرين استخدمهم في الجسم. من ضمنها الاماكن من ضمنها اماكن اصلا في النيرفس سيستم ذات نفسه. طيب النيورو ترانسميتر وريسبتور في الاوتونوميك نيرفس سيستم، طبعا احنا قلنا الاسيلكولين ده، دي بقى تجمعات بقى. الاسيلكولين ريليز باي اول بري جانجليونيك نيورونز في السمباثيك والباراسمباثيك. ماشي. ريز باي بوست جانجليونيك باراسمباثيك نيورون. لو احنا زي ما انتم فاكرين لسه من دقيقه قايلين دلوقتي ان السمباثيك، سوري الباراسمباثيك البري والبوست بيطلع كولينرجيك، بيطلع اسيلكولين. اكت اون نيكوتينيك ريسبتور اند ماسكارينيك ريسبتور في التارجت اورجن. ماشي. طب النور ابنفرين released by most post ganglionic sympathetic neurons act on adrenergic receptor alpha والبيتا receptor on the target organ. طب الابنفرين بقى يقول لك released by الادرينال مضله into the bloodstream in response to sympathetic stimulation. انا بحتاجه. تمام، بحتاجه عشان ارفع الضغط. ماشي، بحتاجه عشان اعمل سموث ماسل فازكولار كونتراكشن، سموث ماسل كونتراكشن. طيب الكلينيكال كورليشن بقى، بص الحته دي حته جميله جدا. البوتيولينيوم توكسين بلوك الاستايل كولين ريليز كوزنج ماسل باراليسيس. عشان كده في حالات البوتيوليزم بيحصل فلاسيد باراليسيس. في حالات البوتيوليزم بيحصل فلاسيد باراليسيس. ماشي. طب المايسينيا جرافيس، طبعا احنا بنقول عليها جرافيس لكن هي النطق الصحيح بتاعها جرافيس، مايسينيا جرافيس. مايسينيا جرافيس احنا دايما كنا بننطقها في الكليه مايسينيا جرافيس بتهيألي، بس سمعتها من كونسلتنت انجليزي مايسينيا جرافيس. ايا كان يعني، هي دي مش قضيتنا، دي مش هذه القضيه الكبيره يعني.
آم، فالمايسينيا بقى ده عباره عن، احنا زي ما انتم عارفين، اوتو اميون كونديشن في انتي بوديز بتهاجم الاسيتيلكولين ريسبتور. ماشي. في في ديزيز شبيه بالمايسينيا، بس الانتي بوديز بتهاجم حاجات تانيه. قولي كده في الكومنتات. انا شرحته طبعا من تقريبا 22 سنه، وانا كنت بشرح الريسبيراتوري بالذات، وانا كنت بشرح اللان كانسرز. ماشي. شوفوا الحته دي كده واكتبوها لي يعني. يبقى اصل كلين في مره واحد في الكومنتات بيسالني يا دكتور، هو انت بتشرح بقالك 45 سنه، انت مش باين عليك كبير يعني؟ هو الكلام ده مجازا يا جماعه، الناس بتاخد الكلام بشكل جدي قوي، ازيد من اللازم يعني. acetylcholine receptor at the neuromuscular junction leading to muscle weakness. ماشي. يبقى دي انتي بوديز، وبما انه اوتو اميون ديزيز، السيفيريتي بتاعت الديزيز مش شغاله طول الوقت. ماشي. انتوا عارفين انا طلعت طبعا مع جرافيس قبل كده كتير يعني. السيفيريتي بتاعت الديزيز مش شغاله طول الوقت، لان كميه الانتي بوديز اللي موجوده مش بالتساوي طول الوقت. تمام. فخدوا بالكم من الحته دي يعني. ماشي. فده انتي بودي بتهاجم الاستايل ريسبتور في النيورو ماسل. فاكرين انتوا بقى الصوره اللطيفه دي؟ الصوره اللطيفه دي كان في ساينابتيك ترانسميشن، في كالسيوم، كالسيوم تشانل هنا اهو. سهلت لكم الاجابه على السؤال الاخر اهو، كالسيوم تشانل اهو. وكان في هنا اهو استايل فيزيكال، وكان في هنا اهو استايل ريسبتور. تمام. فكان الكالسيوم يدخل يعمل يخلي السالكولين فيزيكال ده تروح. كان هو ده طبعا النهايه العصبيه، ودي النهايه العضليه. يبقى دوت نيرف ومصل، لو احنا بنتكلم عن نيرف ومصل، سوري. يطلع السالكولين هنا. السالكولين دوت يمسك في الريسبتور دهوت، يعمل بقى تشينج في الجلد دي طبعا، بوتاسيوم والحاجات بقى بتاعت الاكشن بوتنشال دي. ماشي. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا عندي في الماسينا جرافيس دهوت الانتي بودي بيجي يسيطر على على هذا الريسبتور. ماشي. فطلع السايكلين زي ما انت عايز، ما بيعملش اكشن. تمام. ف فده اللي بيحصل في حاله الماسينا جرافيس. الحمد لله زادنا العزم وكنا اهتدى رمضان الله. ده الجزء الاولاني، المقدمه لفهم الاوتونوميك فارماكولوجي. ماشي. فاذا المحاضره القادمه هتكون سهله جدا، هتكون اوتونوميك فارماكولوجي. وطبعا انا دايما نصيحتي لما تيجي تسمع اوتونوميك فارماكولوجي لازم تبقى سامع قبلها على طول، مش نفس اليوم، قبلها على طول، لانها محاضره واحده. الاوتونوميك نيرفس سيستم. توفيق لك. السلام عليكم.